مرحبا للكل، إن شاء الله تكون بألف خير. أول شي خلونا نحكي على حلقة كاظم الساهر برنامج المتاهة. من شافتها؟ يعني يا أخي ما أعرف شو أقول. خلينا نتغازل. هذا الإنسان شنو من شخصية، شنو من حضور، والحلو بيه إنه عنده خجل، يعني تحسون أكو خجل بعيونه، بس مع هذا مثال القوة الشخصية والحضور وحسن الرد. أحيانا أكو خط رفيع بين قوة الشخصية أو ضعف الشخصية والخجل، وأكو شعرة بين الخجل وبين ضعف الشخصية. كاظم الساهر هو أحسن وأجمل مثال لقوة الشخصية بس بنفس الوقت الخجل. واليوم خلونا نهدي الكاظم الساهر هاي الأغنية. كلك على بعضك والأحلى الخجل بعيونك. بعيدا عن موضوع كاظم الساهر اللي أنا أعتبره من أجمل الشخصيات، شخص فعلا يقتدى به، خلونا اليوم موضوع البشرة. بحلقة اليوم حبيت أشوفكم العناية الأسبوعية اللي لازم كل بنية تتبعها لبشرتها. البشرة خلال أيام الأسبوع تتعرض للحرارة، للأتربة، الخلايا الميتة تتجمع. هذا كله إذا ما تعتنين بيه وتداريه أسبوع بأسبوع راح يصير تراكمات، ملمس البشرة راح يصير خشن، راح يصير بشرتك تتقشر بحيث كريم الأساس ما يقعد صح وحلو، راح تطلع حبوب نتيجة تراكم البكتيريا، لون بشرتك ما راح يصير موحد. فضروري بنات تاخذين ولو ساعة بالأسبوع تفرغين بها نفسك لبشرتك. بس قبل ما نبلش بالخطوات خلوني اليوم أسولف لكم على الناس اللي تسألني بكثرة على حبوب البشرة. طبعا نعرف احنا حبوب البشرة قد مزعجة، لأنه إذا البشرة مو صحية فالمكياج ما راح يقعد حلو. لهذا السبب كثير بنات تكتب لي نورس كريم الأساس ما دا يوالمني، أو نورس كريم الأساس يقشر وياي، أو منظره مو أملس. هاي كلها هي ترجع بالحقيقة للبشرة. أول نصيحة والكل يحكي بيها اللي ملينا من هالقد ما سمعناها، اللي هي شرب المي. ضروري بنات باليوم ما لا يقل عن 1.5 إلى 2 مي. هذا الشي راح يطرد شكو سموم بالبشرة، راح يخلي بشرتك دائما ريانة ومنتعشة. الشيء الثاني اللي أحب شوية أسولف عنه قبل ما نبدي بالحلقة والخطوات هو زيت شجرة الشاي. إذا عندك حبوب وتشكين من هاي المشكلة حاولي تلقين هذا الزيت. إذا ما تلقيه عند العطار، إذا ما تلقيه عند الصيدليات أو محلات التجميل، فحاولي تطلبيه أونلاين من الأمازون. راح أترك الرابط لكم بصندوق الوصف. هذا الزيت يعتبر معجزة من معجزات الطبيعة، لأنه غني جدا بالمواد المضادة للأكسدة، المواد المضادة للبكتيريا. يعتبر قاتل فعال لقتل البكتيريا، لقتل الفطريات أو أي أشياء متحركة إحنا ما نريدها على البشرة. وأرجع أقول كل وحدة بشرتها تختلف عن الثانية. هذا الشيء راح يفيد كثير من عندكم، وأتمنى اللي يفيدها ترجع تكتب تعليق بصندوق التعليقات حتى الكل يستفادون ويحسون بأمان. وإذا ما فادك أو سبب لك تحسس فاكتبي أيضا بصندوق التعليقات حتى الكل يستفاد. بس أنا متأكدة من كلامي إنه هذا راح يفيد الغالبية العظمى. وطبعا ممكن تستخدميه بأكثر من طريقة. ممكن تخلطين زيت شجرة الشاي مع المرطب اليومي اللي تستخدميه، والنسبة انه تحطين مثلا 3 قطرات مرطب وقطرة واحدة فقط من زيت شجرة الشاي. او ممكن تسوون هاي الخلطة اللي راح اشوفكم فد شوية طريقة عملها. بالنسبة للخلطة اللي راح تساعدك تتخلصين من الحبوب وأيضا راح تساعدك تنقين بشرتك 100%، فراح تحتاجين مي معقم، وأيضا راح تحتاجون والمادة الأساسية اللي هي زيت شجرة الشاي. والشيء الأخير اللي هو الجليسرين متوفر بأي صيدلية وبسعر جدا رخيص. وأيضا راح تحتاجين علبة فارغة، هاي ممكن تشتريها من محلات الكماليات أو أي علبة عندك فارغة ممكن تستخدميها. 3/4 العلبة من الماء المقطر أو الماء النقي. راح أخلي 7 قطرات من الجليسرين لأن بشرتي صايرة جافة هالأيام، بإمكانك تقللين أو تزيدين حسب درجة جفاف بشرتك. راح أخلي تقريبا 15 قطرة من زيت شجرة الشاي، وصارت عندك جاهزة للاستخدام.
تتوقعين نتيجة خلال يوم واحد، وإنما ما بين أسبوع إلى 3 أسابيع يفترض تبين النتيجة. بس عندي أيضا إيش كم تحذير على هذا المنتج. أولا، لا تستخدميه أكثر من مرة باليوم. لا تستخدميه صافي بدون ما تخففيه بالمرطب أو بالمي، لأنه إذا استخدمتيه صافي احتمال يحرق بشرتك. وبدون ما نطولها عليكم، خلونا نشوف الخطوات. الغسول اللي حاليا دا استخدمه هو من سيتافيل، صار لي تقريبا 3 أشهر مستقرة عليه لجميع انواع البشرة وما يسبب لي تحسس، وايضا ساعدني نوعا ما انه يصفي بشرتي، فهذا اللي انا استخدمه. وايضا استخدم وياه فرشاة من فانيتي بلانت، وهاي الفرشاة تجي معها 3 روس، الخشن والناعم، وايضا وحدة كبيرة للجسم، والخشنة اللي هي مثل الحجر للاقدام. وهذا هو شكل جهاز تنظيف البشرة قبل ما تركبين عليه الفرشاة. بدكمة واحدة، دكمة للتشغيل ووحدة لإيقاف التشغيل. بالنسبة لطريقة التركيب فهي جدا بسيطة. تجيبين الراس، تشكليه إلى أن تسمعين الضغطة وصار هالسويات جاهز للاستخدام. في حال عدم توفر الفرشاة اللي شوفتها لكم من فانتي بلانت، فبكل بساطة أي فرشاة أسنان رخيصة تشتريها من الصيدلية وتكون شعيراتها مو قاسية جدا، ممكن تستخدميها لنفس الغرض وتنظفين بيها بشرتك وراح تعطيش نفس النتيجة بالضبط. بالنسبة لمطهر البشرة فأني عندي لكم 3 خيارات. الأول هو الخيار الصناعي اللي تشتريه من الأسواق، اللي أنا أستخدمه هو من جيسون، اللي مركز بكمية فيتامين سي لتعقيم البشرة. الخيار الآخر اللي هو الخيار الطبيعي، واللي أنا شخصيا أفضله أكثر من المواد الكيميائية، خل التفاح النقي والطبيعي 100%. طبعا نهائيا لا تستخدمين خل التفاح مركز، وإنما خففيه دائما بالمي. تستخدمين 50% كمية مي و50% خل التفاح، وبعدين بالقطنة تمسحين وجهك برفق لمدة دقيقة، وبعدين تغسليه بالمي ويكون وجهك جاهز ونظيف ومعقم. بالنسبة للقناع البخاري راح تحتاجين تغلين كمية من المي تقريبا 3 أو 4 أكواب. راح استعمل كيس شاي البابونة، وراح افرغ المي بالكأس الزجاجي. قربي وجهك على البخار، وبعدين غطي راسك بفوطة أو قطعة قماش بحيث تحبسين البخار، وانتظري لمدة 10 دقائق، بعدين اغسلي وجهك. بالنسبة لمقشر البشرة فراح أخلط ملعقة سكر، ملعقة من زيت الخوخوبة، أو بالحقيقة نصف ملعقة. إذا زيت الخوخوبة ما متوفر فممكن تستخدمين زيت زيتون، زيت جوز هند، أي زيت متوفر عندك راح يفي بالغرض. وأيضا عصير نصف ليمونة. وافرك البشرة بحركات دائرية بسيطة لمدة تقريبا دقيقتين، أو إلى أن تحسين ملمس بشرتك صار أملس. راح نقشر الشفاه بحيث نتخلص من كل القشور والخلايا الميتة، وهاي الخلطة أنا شوفتها لكم فيديو، راح أترك الرابط لها بصندوق الوصف. بالنسبة لقناع البشرة ممكن تستخدمين الأقنعة الطبيعية، ومنها قناع الكركم. أنا مسوي عنه فيديو كامل، راح أترك الرابط له بصندوق الوصف. أو تستخدمين الأقنعة الصناعية اللي تباع بهذا الشكل.
دلكي بشرتك بقطعة ثلج لغلق المسام. واخر خطوة هي ترطيب البشرة بالمرطب المناسب إلك. أنا أستخدم كلينيك. وبس، هذا كل شي عندي اليوم. أشوفكم بألف مليون خير إن شاء الله المرة الجاية.